الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم يسر وأعن يا كريم. وبعد، تكملة للمحاضرة السابقة، ونحن نبحث الحكم الشرعي ومن جهة التكليف ومن جهة الوضع وما يتعلق بالأداء. هنا لابد من الإشارة أن الإنسان في حياته حين نقول مكلف معناه مختار، عنده اختيار. كثير من الناس يتكئ على أن الإنسان معذور، وكأنه كالريشة في مهب الريح، وأن الأمور تسير منه أو عليه هكذا. فهنا لابد من التنبيه على مسألة عقائدية مرتبطة نوعا ما في أصول الفقه، أن الإنسان في الحياة يقع بين دائرتين: دائرة الاختيار والقدر، ودائرة القضاء والقدر. دائرة القضاء والقدر ما يقع من الإنسان أو عليه من غير اختيار، هذه دائرة القضاء والقدر، يعني الإرادة الجبرية لا اختيار للإنسان فيها. أما إذا كان الإنسان هو صاحب الاختيار فهنا الإرادة ليست جبرية، الإرادة هنا حرة مختارة. ولذلك أنه الذي يوجب الإرادة يوجدها ويوجبها هو الأفكار والمفاهيم أو الخواطر والتصورات. الإنسان يتصرف بدون تفكير بما يخطر في ذهنه، بردود فعل، بتصورات عنده، وبعد ذلك ينتبه لقد فاتني الأمر. هذا مختار وليس هنا معذور، لأن الجهل عذر فيما يعذر مثله على مثله، مثل موضوع الجهل على مثل هذا الإنسان. أما الإنسان الذي لديه قدرة على الاختيار ولم يصبر على نفسه حتى يحدد موجبات الإرادة فهذا مسؤول. إنه في حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظه أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يعني اعتبر هذه أولى المسؤوليات وأدناها. فإذا هنا الإنسان مختار في دائرة الاختيار، يتحمل المسؤولية الرعوية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الموضوع يجب أن ننتبه ابتداء في موضوع الأحكام الشرعية أنه نحن مختارون. متى نعذر؟ مثل ما أخذنا في الدرس السابق، هناك معاذير، هناك أعذار شرعية للإنسان أنه يكون في حال معين هو مشغول الذمة ولكن معذور. مثلا كالسجين معذور عن صلاة الجمعة، هذه أيضا ليست قضاء وقدر عام، هذا قضاء وقدر على السجين، ولكن هي للسجان محل اختيار. الإنسان يحدث والآخر يسمع، فإن كان يحدثه بصدق فهذا اختيار، وذاك يتلقى بصدق فهذا اختيار. لكن إذا كان المحدث يضل الآخر عن علم فالمحدث عليه أن يعمل عقله ويفكر. فإذا كان مستواه الثقافي والعلمي لا يؤهله للتمييز فهو معذور في جانب معين وليس معذور بإطلاق. فينبغي علينا أن ننتبه. الحياة مسؤولية،
الحياة ليست لهوا ولا لعب، ولا نخوض ونلعب وهذا أمر الحياة. لا، الحياة مسؤولية، وقفوهم فإنهم مسؤولون. فإذا ونحن ندرس التكليف، الإنسان الأصل فيه في دائرة التكليف، والاستثناء القضاء والقدر، يعني الإرادة الجبرية، هذه حالة استثناء، ومنها يعني هناك قضاء وقدر على كل الناس يقع وقوع عام، مثل أن الإنسان يتكاثر من ذكر وأنثى وسائر الحيوان، لكن هناك استثناء مثل آدم عليه السلام، مثل المسيح عليه السلام. فهذه قضاء وقدر عام مبرم هذا، لكن هناك قضاء وقدر خاص يقع على شخص لا يقع على الآخر، مثل حوادث السير، مثل هذه المرض وما إلى ذلك. فهنا الأصل في الإنسان الاختيار، الأصل في الإنسان الاختيار. لذلك حين ندرس التكليف دراسة عملية، وإن كان هذا مفهوم عقدي يفترض قد أخذناه في علم العقيدة أو قواعد عقائد أهل الإسلام، ومن قراءة القرآن هي واضحة هذه المفاهيم، ولكن ننتبه. فزماننا هذا يقتضي عند دارس الأصول أو في درس الأصول أن ننبه إلى ملمح من هذا النوع، حتى نعرف أن الإنسان مختار. ما واحد يجي مثلا تتكلم معاه بالشرع والله ما أقدر له، كسلا، ما يقدر له، إهمالا، سهوا، غفلة، هذا ليس معذورا. هذا يتعلق به أمران: إما جرح العدالة، كان يترك واجب أو يفعل حرام، هذا جرح عدالة، أو خرم المروءات، يفعل ما لا يليق به. الآن عامي يمشي بالشارع وياكل لفة سندويش، مش مشكلة، هذا ما يفعل خرم المروءة، لأن هذا مثله يفعل ذلك. لكن عالم يدخن جيجارة بالطريق أو يتشرس أو ياكل له لفة على السريع ويركض، ما ينبغي، هذا خرم مروءة. وخرم المروءة إذا ظهر يفسد شهادة العالم والمثقف والداعية إذن لابد أن ننتبه إلى هذا المعنى. ونحن ندرس الأحكام الشرعية، حين تفتي، حين تبحث، حين تدعو، عليك أن تنتبه إلى هذه الأمور. لذلك أنه مبدأ كل علم نظري، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. الخواطر والأفكار، فالخواطر توجب التصورات، والأفكار توجب المفاهيم. شوف، قلنا تصورات وأفكار، خواطر وأفكار، تصورات من الخواطر، مفاهيم من الأفكار. هذا كلام مقتبس من ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتاب الفوائد. قل الخواطر توجب التصورات والأفكار توجب المفاهيم، وكلاهما يوجد ما يوجد الإرادة. يصير عند الإنسان إرادة. لماذا الآن حياتنا أهل الإسلام شبه حياة كسولة مملة خاملة؟ لأننا نتعامل مع الأحكام الشرعية بخلو من الإرادة، بخلو مما يراد منا. المسلم مكلف، يريد أم يراد منه؟ يراد منه الشرع، أحكام التكليف، على حسب ماذا؟ على حسب أحكام الوضع. بماذا؟ بالأداء الصحيح التام الصالح، بالعزيمة أم بالرخصة. إذن هذا محور مهم.
في علم التفكير، علم أصول الفقه. حين نفكر، نعم هذا العلم فيه تفاصيل وبحر هذا العلم، وهذا العلم لحد الآن لم تغلق أبوابه، ما زالت أبوابه مشرعة للباحثين، علم أصول الفقه. لكن أنا أعطي الآن معاني للدارس هذا العلم، كيف يتعامل معه. فالآن حين نأتي ونقول أنه معرفة موجبات الحكم التكليفي، فإذا نظرنا إلى الحكم التكليفي ننظر إليه من 3 أوجه، ذكرنا شيء منها في الدرس السابق. من حيث الواقع الذي يجري فيه فعل المكلف بما يظهره وجودا أو كمالا، خطأ مكتوب أو يعني أكمالا، هي أو كمالا، أو يمنعه. هذا واحد. 2، من حيث أداؤه الحكم التكليفي على وفق ضوابطه المقررة في الشرع أو ما يلزمه إذا طرأ عليه أمر، مثل ذكرناها الصحة والبطلان والفساد. ومن حيث نية المكلف في أداء الحكم الشرعي اللي هو الرخصة والعزيمة. هنا نأتي إلى رجعة نستثمر الوقت فيها، موضوع الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية حين ننظر إليها عندنا الواجب وله اعتبارات 3: اعتبارات الفاعل، المفعول الذي يدور به، والفعل أو عفوا الفعل وتحقق القصد، النية في ذلك. بالاعتبار الأول من حيث أداء الفاعل الفعل يكون بحسب الزمان والمكان. يعني شوفوا الإسلام نظام دقيق، حين ننظر إليه نجده نظاما دقيقا، يعني فيه تفاصيل لكل شيء وفيه هدى. وهذا التفصيل ليس مملا، هذا التفصيل نتعبد الله به، حين نفقهه نتعبد الله به، وليس هو للوسواس كما يحصل عند البعض، يوسوس يتحسس الأمر. هذا معناه هناك خلو في العلم، وإنما معناه ننظر أداء الحكم الشرعي، أداء الفعل يكون بحسب الزمان، وهو على ضربين: فرض موسع وفرض مضيق. فرض الموسع مثل الصلاة، أذن للظهر عندك مجال للعصر، بحيث أنه الفعل ممكن أداؤه عدة مرات، لكن هو المطلوب مرة واحدة، الفريضة، والتطوع ما شئت. فهذا فرض موسع. مثل الصوم فرض مضيق، الحج فرض مضيق في أيام معدودات، الصوم في أيام معدودات. هذا من حيث الزمان. فإذا لابد من الالتفات لذلك. يقول: من حيث أداؤه الفعل بفرديته أو بوصفه جزءا من كل. بفرديته فرض العين، الصلاة لا تسقط إذا أديت الصلاة أنت لا تسقط عني، هذه فرض عين يقع على كل فرد. فرض الكفاية إذا أقامه أنجزه جماعة سقط عن الباقين ولكن فاتهم الأجر، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى خير وصلاة الجنازة كذا. إذا كان واحد يقدر يصلي الجنازة لماذا لا يتأخر عنها؟ يفوت الأجر تمام، 3 يكفون لصلاة الجنازة مثلا، لكن هو كلما زاد العدد كان الأجر أكثر وبركة الصلاة أكبر، فهنا يفوته الأجر. لكن إذا لم ينجزه البعض أو قسم من الناس يبقى الجميع مشغول الذمة، الجميع يبقى مشغول الذمة. هذا من حيث أداء الفعل فردا أو جماعة. وذكرنا مثل فرض الكفاية
مثل مرافق الجماعة كإمامة الصلاة وقيام الجماعات وإظهار شعائر الإسلام ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وغير كثيرة. بالاعتبار الثاني وهو مناط الحكم، واقع الحكم، فهو على ضربين: الحكم الشرعي واجب هو، ولكن من حيث واقعه أولا الواجب المخير والواجب الحتم أو المعين. فالواجب المخير مثل الكفارة، ممكن الإنسان يستبدل الصيام بإطعام المساكين مثلا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا المسألة بها بدل، فهذا نسميه مخير من حيث أداء، من حيث مناط الحكم. الثاني المعين أو الحتم، وهو ما فرض الشارع على المكلف أن يقوم به من غير بدل، مثل ماذا؟ كالصلاة والصوم وتعلم ما يجب من الدين. ما ممكن واحد لا يتفقه فيما يجب عليه، واحد حداد لا يتفقه في أحكام الحدادة، واحد راعي غنم لا يتفقه بأحكام رعاية الغنم، واحد لها أحكام غير المدنية، أحكام فقهية، واحد مهندس أو صاحب أسواق أو يعني المهن والصنوف، المهن والأعمال يجب أن يتفقه فيها، تربية الحيوان، تربية الدجاج، الأبقار، كذا، هاي لها أحكام من عدا فنون التربية. فلا بد أن الإنسان الذي يشتغل في مهنة معينة أن يتفقه بأحكامها. ولذلك ورد في الحديث أو الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا مسؤولين عن شيء من أعمال الدنيا تفقهوا في أحكامها. فحين نزل إلى السوق، لماذا قال هذا الكلام؟ فسأل البزاز كيف الذراع، الأوزان، المقاييس، شافوا غير متفقه فيها، ما يعرف أحكامها، ولذلك وجد قضاء الحسبة في الأمور العامة. فإذا هذا النظام يجب أن ننتبه له. نعم. فبالاعتبار الثالث وهو تحقق القصد في الفعل بما يجعله عملا ناجحا، فيوصف بالأداء وهو ما فعله المكلف في وقته على وجهه، هذا أداه. وإذا أداء خارج الوقت سمي فعله قضاء. واحد فاتته الصلاة في وقتها، فعل خارج الوقت، فاتته صلاة الظهر وأذن العصر، فتسمى قضاء. واحد أخطأ في الصلاة أو ما عرف وين كذا وفات يعني حصل شبه بطلان في الصلاة، فعليه الإعادة. فإذا هناك أداء، هناك قضاء، هناك إعادة. هذه من الأمور التي يحتاجها الداعية، المفتي، القاضي، يجب أن يكون عنده هذه الأصول واضحة حتى يحكم ويبين للناس. يعني المفتي الذي لا يفرق بين الأداء والقضاء والإعادة سيخطأ في بيان الحكم الشرعي للناس. يعني المسألة ليست يعني ممكن تجاوزها عند المعني بالمسؤولية الرعوية، فضلا عن كونها عبادة. هذا من حيث الواجب. المندوب قلنا الحث على شيء وفيه قصد الإرادة باختيار والابتداء بالأمر بمبادرة، ولكن من غير قصر، أنه الإنسان يبادر إلى الحكم الشرعي من غير إكراه. ما صحيح نكره واحد نقول له صلي السنة، صوم تطوع، هذا ما يؤدي الندب، ولكن لابد أنه يكون من غير إكراه، من غير قصر أو اضطرار أو إلزام. ومعناه المستحب والقربة لله تعالى، وهو من حيث وصفه بالندب ما يثاب المرء على فعله
ولا يؤاخذ على تركه، وقد جاء الشرع ويحث على ذلك، مثل ذكر مدح الصلاة في الليل، صلاة التطوع، زكاة صدقة التطوع وما إلى ذلك. نعم. وإفشاء السلام وإظهار الحفاوة بالضيف أكثر من 3 أيام. يعني الضيف شرعا يأتينا الضيف نضيفه 3 أيام شرعا، لأن هذا ابن سبيل ضيف، لكنه أكثر من 3 أيام مندوب للمضيف الذي استضافه. المباح قلنا هو في اللغة من باح ظهر، وأبحتك شيء حللته لك وأذنت لك به. ومن حيث هو التخيير بين الفعل والترك، فلا يؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه. زين، أين الأجر في المباح؟ أجر الاتباع. يعني أنا حين أتقصد المباح ولا أفعل ولا أفعل أو أترك، هو أنا مخير، فأين الأجر؟ أجر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه هذا الحكم مباح، هنا الأجر. فما يحتاج أتكلف فلسفة المباح. المباح أجره في الاتباع وليس في ذاته. نعم. المحظور الحجر والمنع في المعنى اللغوي، ومن حيث وصفه بالحظر أو الحرمة أو الذنب أو المعصية، يثاب المكلف على تركه ويأثم على فعله، ولكن هناك قيد في هذا المفهوم: لداعي الشرع. يعني إذا تركه لداعي الشرع، ما لصحة أو رياضة أو شيء، هذا يفسد النية. نعم. والامتثال من مقتضيات الاتباع كما الائتمار بالأمر والتأسي بالفعل، ويعاقب المكلف على فعله المحظور. فهناك العقوبات أنواع: عقوبة حدود أو تعازير أو يعني توبيخ أو ما إلى ذلك من أنواع الزجر على الفعل وما يترتب عليه العقوبة في الدنيا بالسلطان أو بالإسقاط الاجتماعي أحيانا. يعني المخلفون عن الجهاد في سبيل الله عوقبوا اجتماعيا، أن الناس قاطعت الكلام عنهم حتى أزواجهم. نعم. المكروه وهو من الكره والمشقة. أما المراد بكراهة الشارع فهو أنه يعني يؤتي فعله من غير إلزام أو جزم، فيثاب المكلف بالمدح على تركه امتثالا لصاحب الشرع بقصد القربة، ولا يعاقب على فعله. هذا المكروه، مثل كثرة الحركة في الصلاة على أن لا تخرجها عن طبيعتها يعني. والمكروه طبعا أنواع. في المصطلحات عند الفقهاء يقول الكراهة التنزيهية، كراهة تحريمية. كراهة تحريمية معناها الشرعية وليست هي حرام. البعض ممن لا يعرف المصطلح حين يقرأ عند الشافعية مثلا كراهة تحريم، كراهة تنزيه، يتصور أنها الحرام، وليس الحرام، هو المكروه، بمعنى أنه تركه يؤجر عليه وفعله لا يؤثم عليه. ولكن ما معنى الكراهة التنزيهية؟ مثل كراهة الطب يعني العلمية، كان نقول مثلا واحد يتوضأ بماء ساخن، هذا كراهة تنزيهية لأنه لا يحسن الوضوء، لأن النار تكوي فما يحسن المسح مثلا الماء المنطبع بإناء يطبع، مثل الماء الذي يعرض للشمس من نحاس، فالماء يصير عليه زبد، هذا كراهة تنزيهية. ولذلك يقول الإمام الشافعي أكرهه من جهة الطب لا من جهة الشرع.
فهذه كراهة تنزيهية، وهناك تفاصيل في هذا الباب. فهنا أكاد أنه أنا أوجزت المحاضرتين بما يخدم إن شاء الله وبما يوصل للفكرة، والتفاصيل مكتوبة، وهناك في المطولات تفصيل أكثر. أرجو أني قدمت مفهوما أو أوضحت مفهوما لحضراتكم. فإذا هناك تعليق أو تعقيب أو سؤال فأهلا وسهلا بكم.